يعني بس لكن في الحياه العادي الحياه في ناس جميله كتير قوي بصراحه يعني. معانا تليفون وعايزك تستقبله. معانا اسماء على التليفون. اسماء ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منورانا بصوتك. ربنا يخليك. ازيك يا حسام؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه بيك جدا في مسلسل جدار القلب. الحمد لله يا رب. ومبسوطه بالمجموعه اللي معاك كلها. هم مجموعه جميله لاني ترقصهم حد جميل قوي اسمها ست الكل الاستاذ سميره احمد. حد فظيعه يعني والله العظيم. طبعا. وفي وجه جديد معاكم وصحري جدا. غرام عامله شغل حلو جدا. دي جميله غرام. طبعا. دي جميله وطيوبه وحد طلع قمر يعني في المسلسل جدا. وعارف يعني حاسه ان هي طالعه بطبيعتها اصلا. وفكه كده فعلا. ولا ما شاء الله عليها حد كويس قوي. سلمي لي عليها قوي. الله يسلمك. قولي لي اسماء. اتفضل. هتفضفضي تقولي ايه؟ انا هفضفض اقول لك يا محمد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وانا مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده رايق جدا. ربنا يخليكي. بس عندي شويه برد خفيف يعني. وعشان انا معاه بس عندي شويه برد خفيف. انا مش سامعه كويس بس يا محمد. بقول لك عندي شويه برد خفيف. لا الف سلامه عليك. الله يسلمك. لا ما نقدرش. بس انا برضو واخد نوري وكويس عشان خاطر حسام الجندي معايا حاجه. لا بجد النهارده انت كويس جدا يعني. ربنا يخليك. عشان كده صممت ان انا اكلمك. يا فندم؟ عشان كده صممت ان انا اكلمك. انت لازم تكلميني كل حلقه، ما ينفعش حلقه بس يعني. والله بص يعني على طول. هحاول. اسماء بشكرك جدا على مشاركتك. شكرا ليك. شكرا ليك. تعالى بقى نتكلم عن اعمال حسام الجندي في رمضان. بص يا حسام، السنه دي انت مختلف. الحمد لله. وده شيء رائع انك انت مختلف وانا مبسوط. انا شخصيا فرحان جدا. الحمد لله. وفرحان بكلمه حق قوي رغم ان انت عامل فيه دور مش كبير. بس فرحان انك انت اللي بتحرك الاحداث. ما ينفعش يتساب. انت فظيع. ما ينفعش كنت اقول لا يعني. بس هرجع قبل ما المسلسل من فتره كده انت كنت ضيف معانا وكلمنا النجمه الجميله الاستاذه سميره احمد. كان قبل ما يظهر جدار القلب. وكنت انت لسه بتصور. عايز اعرف جدار القلب لما اتعرض ايه تاثيره عليك يعني؟ اداني تقل. بمعنى ايه التقل اللي انت التقل ان انت خدت نسبه مشاهده عاليه قوي من نجمه كبيره. انت موجود معاها وهي محتضناك كويس ومنوراك كويس ومدياك مساحه حلوه قوي وبتتكلم عنك كويس قوي. فده ادى هي بتحبك. ادى اظهر يعني ظهر للناس وظهر للوسط ان في حد اسمه حسام الجندي وحد ملتزم وحد كويس وحد بيشتغل كويس وبيحب شغله قوي. مع ده جدار القلب مع رمانة الميزان وكلمه حق ادى فرايتي في تنوع الادوار. يعني انت تشوفني مع ان في شخصيتين اسمهم رامي. يعني في جدار القلب وفي رمانة الميزان انا اسمي رامي. تمام. بس رامي ده غير رامي ده خالص. يعني اتفرج. ده تركيبه وده تركيبه ثانيه. رامي اللي في رمانة الميزان حد طالع بيتصدم وبيتهته وما بيعرفش يحب وما بيعرفش يواجه وما بيعرفش يتكلم. تاني نقيضه خالص. حد منكوش هنا في رمانة. هنا حد مهندب وحد رجل اعمال شاب صغير وحد عارف ياخد حقه كويس قوي وحد بيعرف يحب حلو قوي وحد انسان قوي. فده اداني انا كمان. انا لما شفت ده انت عارف انا ما بحبش اتفرج على نفسي خالص. كلنا انا ما بعرفش اتفرج على نفسي نهائي. السنه دي انا بقيت مع التنوع انا بقيت مشاهد عادي. ما بقيتش يعني بقيت حتى اتفرج على العمل كله ما بعرفش ان انا كنت جيت او ما جيتش. بجد انا وصلت للدرجه ديت في المشاهده يعني. فده وصلني الحاله اللي هو ايه ده. انا شايف نفسي المره دي كويس. طيب يعني زي ما انت ما قلت ان الاستاذه والنجمه والمعلمه والاستاذه سميره احمد احتضنتك ونورتك. مش انا لوحدي اكيد. يعني انا وغرام هندي دي كان عامله دور حلو. انا بحسدكم عامه يعني. لا انت لازم تاخد حقك. فخليني بس نستقبل النجمه الجميله الاستاذه سميره احمد. يا استاذتنا. اهلا اهلا. ازاي حضرتك يا ست الكل؟ وكل سنه وحضرتك طيبه ومبروك على المسلسل الجميل. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب وكل مصر بخير. يا سمسمه منورانا بصوتك وبجمالك ده كله. انت اللي منور في المسلسل وفي الطبيعه وفي الحياه وفي صداقتك وفي كل حاجه. بيكي يا حبيبتي والله العظيم انت مثل اعلى لكل حد عايز يبقى كويس بجد. ميرسي قوي قوي قوي. ست الكل حضرتك تبنيتي مواهب كتيره وده بالتاريخ هو اللي بيقول الكلام ده. الله يخليك. وفي ناس ظهروا اخذوا مكانه كبيره جدا. ايوه. لو هتكلميني على حسام الجندي وتقييمك ليه كممثل، حضرتك بتتابعي المسلسل وبتشوفي. طبعا. يعني في فرق طبعا لما اقعد اتفرج غير لما اكون انا بمثل يعني حضرتك هتقولي عن حسام وبصراحه. طبعا. خد بالك يعني انه
انا اخترت حسام من بعض لقطات شفتها في الملحمه بتاعت اكتوبر السنه اللي فاتت. تمام. فلفت نظري جدا. فاذا ما كانش هو ممثل جيد ما كانش لفت نظري. تمام. يعني لاني انا بقعد اتفرج وبكتشف اي حاجه قدامي تعجبني يعني. فمن الناس اللي عجبوني جدا حسام. تمام. فحتى كان معاه الاستاذ طارق لطفي في الملحمه دي. تمام. فاتصلت بالاستاذ طارق لطفي وقلت له انا عايزه نمره الشاب اللي كان معاك. فقال لي حسام الجندي. قلت له ايوه. قال لي هجيبها لك لان هو ممثل هايل. قلت له ما انا شايفه كده. فيعني من لقطات شفتها يعني انا قررت ان هو يعمل الدور ده واقترحته على الاستاذ احمد صقر والاستاذ صفوت غطاس. جميل. فجالنا في الاستوديو في المكتب بتاع الاستاذ صفوت وكان هو الصح في الاختيار. تمام تمام بجد يعني. ولكن دور الفنان الكبير اللي له تاريخ كبير زي حضرتك مع الشباب اللي لسه طالع، عايز اعرف هل الدور بيعتمد على الاختيار بس ولا على التوجيه ولا على الاحتضان ولا على ايه بالظبط؟ على كله بجد يعني، على الاختيار والتوجيه والاحتضان وكل حاجه. يعني انا ممكن اقول ملحوظه صغيره، مثلا اقول لحسام سرح شعرك كده، سيب شعرك كده على اللوكه هي اللي مختاره على فكره. وكان على فكره يعني اللوكه هي اللي اختارت. يعني كنت انا رايح بشكل تاني وقالت لي حسام ايه رايك لو ايه رايك يعني مش تعمل كذا، ايه رايك يا حسام لو عملت كذا؟ قلت لها الله ده حلو. وفعلا بقى لقيت الموضوع منور زياده عن ما كنت انا اتخيل. ومش انا لوحدي يعني في ناس كتير قوي كانت هي بتقول لهم ايه رايك لو عملت كذا او لبست هنا كذا، لا المكياج هنا ما ينفعش لان انت هنا كذا. احنا عايزين نمثل ونبقى موجودين قدام الكاميرا ونبقى عاملين اخر حاجه علشان نبان. هي مذاكره قوي. فهي لا بانوا صح. انا اكتشفت لما جيت اتفرج لا بان بس بان صح. تمام. يعني انا عايزه اقول انه يبقى في مصداقيه في الشخصيه. ده حقيقي. يعني لما اقول بلاش المكياج ده في وقت حزن واللبس يكون غامق، فبقولها لملحوظه المشهد. جميل. مش عشان حاجه انما عشان المشهد بيتحتم علينا ان احنا نعمله كده. استاذتنا عايز اقول لحضرتك النهارده في البرنامج احنا مسمينه يوم الفضفضه. ايوه. يوم اللي متضايق من حاجه نفسه يفضفض يقولها. فحضرتك هتفضفضي تقولي ايه النهارده؟ هقول انا سعيده بكل اللي اشتغلوا معايا. بس دي مش فضفضه. لا دي فضفضه لاني انا عايزه اوصل لهم الرساله دي. تمام. لانهم سمعوا الكلام وكانوا يعني هم كانوا متحملين المسؤوليه. متحملين المسؤوليه دي. فانا لاول مره بفضفض لهم لاني انا ما كنتش بشوفهم طول الوقت. تمام. فانا بوصلها لهم عن طريق التلفزيون وبقول لهم انتوا كنتوا هايلين وبشكركم انكم سمعتوا الكلام وبشكركم انكم كنتوا كده جمال. احنا اللي بنشكرك ومش هنعرف نوفيكي حقك ابدا والله العظيم بجد. الله يخليك. عمرنا ما هنعرف نوفيكي حقك وكفايه ان انت سبتينا ان احنا نبان بالشكل ده قدام كل الناس. ميرسي يا حسام. بجد والله العظيم. انا بحس ان كل واحد في دوره بطل والبطل ده وهو قدامي انا ببقى بطله. انا لوحدي ما اعملش حاجه. وعايز اشكرك كمان. انا بيكوا كويسه، انا بيكوا انتوا انا كويسه. وعايز اشكرك كمان على وقفتك مع احمد زاهر بصراحه. وباينه قوي 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 في الشغل واحمد منور وزي الفل ما شاء الله عليه. جدا ما شاء الله. انا فرحان بيه قوي كمان والله العظيم. يعني انا شايفه احمد زاهر من الادوار الجميله اللي عملها وانا سعيده انها معايا. جميل وبيضحك وعسل يعني ربنا يخليكي لينا. الجميله والقديره الاستاذه سميرة، شرفتينا ونورتينا وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتم طيبين يا رب ويعودوا علينا بخير على الامه العربيه كلها. امين يا رب. امين يا رب حبيبتي. شكرا ليك يا فندم. بص بقى كريم. عايز اقول لك حاجه. يعني بص بقى يعني ست الكل ديت انا بحبها. انا ربنا يعلم انا بحبها قد ايه. هي نجمه كبيره. يعني ممكن او عندها مليون مساعد. تمام. او عندها